أنفقوا متى أعطي ومتى أمنع، ده يتناسب مع ظروفكم وأحوالكم اللي أنا أعرفها أكتر منكم. وتلاقي ربنا قال لك تعلق بيا لما علاقة تنتهي من حياتك، تعلق بالولي، علاقة مع شغل معين، علاقة مع إنسان معين، حد خذلك في وقت أنت محتاج إنك تسند عليه. ربنا بيقول لك لو في حاجة انتهت يبقى ده عمرها خلاص. قال تعالى فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم. طبعا كل ست في الوقت ده بتحاول تظبط بيتها وتشوف امور حياتها، اللي بتفرز واللي بتنظف واللي بتجهز واللي بتشوف واللي بتجيب مشتريات. فكل واحدة بتشوف بيتها على قد امكانياتها وعلى قد امورها واحتياجاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. وحشتوني كتير جدا جدا جدا، بقالي فترة طويلة جدا ما شويرتش معاكم فيديوهات. فأتمنى إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا ينال إعجابكم والروتين بتاعنا. ولو عجبك الروتين بتاعي والفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، ولو انت لسه جديدة وبتشوفي قناتي لأول مرة أهلا وسهلا بيكي. طبعا تشرفيني وتنوريني وتسعديني بوجودك معايا في القناة. اضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعلي كلمة الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. وأهلا وسهلا بالجميع في بيت المتواضع. يلا نقول بسم الله ونشوف الروتين بتاعنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا بنات، انا النهارده قررت ان انا هاخد المطبخ بتاعي من على جهه اليمين. قلت نتيمن كده ونسمي الله وندخل على المطبخ. فاول حاجه في اللي على اليمين هو دولاب الخزين. بصراحة أنا بدأت بدولاب الخزين لأن أنا كنت محتاجة أشوف الحاجات الخزين اللي عندي، علشان إن شاء الله نزلت. أنا بالفعل نزلت لأن الفيديو ده أنا مصوراه من فترة، من قبل الشهر الجديد، يعني ما المصروف بتاعه يدخل. فكنت عاملة جرد لدولاب الخزين بتاعي علشان لما أجيب الخزين يدخل المصروف أجيب الحاجات بتاعتي اللي أنا محتاجاها في البيت أو النواقص عندي. يعني أنا بشوف النواقص في البيت عندي اللي هي المهمة والضرورية، زي الدقيق، الزيت، الشعرية، السكر، المكرونة، الرز، الحاجات دي كلها. فعملت الاول تنظيفات كده وتوضيبات وجرد لدولاب الخزين بتاعي، وشفت ايه النواقص اللي عندي اللي انا محتاجاها. ده اللي انا بفضيه معاكم. ده كان خزين متوفر عندي في البيت. انا بحب اجيب شويه بالزياده، يعني اجيب مثلا لو هجيب الكيسين شعريه اجيب كيس زياده يكون عندي. مثلا هجيب كيس رز اجيب كيس معاه زياده، او كيسين رز اجيب كيس زياده كده يعني. فدي الحاجات دي كانت متوفره عندي، بدات استعملها في اخر الشهر اللي احنا فيه ده. وجبت خزين في البيت جديد، هي نفس الحاجات اللي انا فضيتها معاكم هي نفس الحاجات اللي انا رجعت جبتها، فعشان كده انا مصورتهاش. وده دولاب الخزين للناس اللي سالتني انت منظمه دولاب الخزين بتاعك ازاي كده يا بنات. فوق حاطه الحاجات اللي هي البقوليات، تحت حاطه اللي هي الشعريه والمكرونه والحاجات دي. تحت خالص حاطه في النص بقى هنا حاطه انا ادوات الكهربائيه بتاعتي، كنت حطاها بره بصراحه في الدولاب، في دولاب بره كده في البيت. فجبتها هنا جنب ايدي، يعني تحت ايدي، بدل ما اقعد كل شويه طالعه لا عايزه الكبه لا عايزه العجان، لا جبت كل حاجه هنا في المطبخ. تحت هنا خالص الرف ده انا حطيت فيه السكر، حطيت فيه الرز وحطيت فيه الدقيق، حطيت فيه السمنه. عندي ازازه زيت، جبت زيت الحمد لله. وهنا بقى المنظم ده انا حاطه فيه الحاجات اللي هي زيادة عندي، زي المكرونه، الرز البسمتي. طبعا هنا الرز البسمتي ده انا سبته في الكيس بتاعه، ما رضيتش اضيف في منظم تاني لان الكيس بتاعه محكم الغلق بصراحه وحلو جدا، يعني جامد كده متين. وعندي هنا دقيق بسبوسه ورده وفي شعريه وفي لسان العصفور. ف كنت طبعا بعمل جرد للحاجات دي. وتلاقيت عندي كمان كيس دقيق بس نوع مختلف غير اللي انا فضيته معاكم، كنت بفضيه في اول الفيديو في المنظم، فسبته كده عشان ان شاء الله نبقى نعمل بيه. ممكن نعمل بيه قرص، ممكن نعمل بيه يعني قراقيش، حاجات معجنات في البيت لوحده كده يعني زي ما انتم عارفين. في دقيق بيكون ليه عرق، وفي دقيق بياخد سوائل، في دقيق بياخد مثلا مادة دهنية غير الدقيق التاني. فأنا حبيت إن كل نوع يكون لوحده. هنا المنظم ده فيه الرز وده فيه الدقيق، حطهم كده تحت. المنظم بياخد معايا 5 كيلو، يعني باخد معاكي 5 كيلو دقيق أو رز. هنا بقى ده دولاب الخزين زي ما انتوا شايفين. فوق خالص حاطه الحاجات اللي انا مش بستعملها يعني في المطبخ، زي الشاي، يعني الخزين بتاع الشاي وكده بحطه فوق خالص. هنا بقى هنا الجنب ده المنظم ده حاطه فيه حاجات كده فيتامين بتاعت الولاد، مشروبات، حاجات من دي، الادويه. بيكون في برطمانات كده فيها حاجات صغيره بحطها. وحاطه تحت كمان في رف عندي شفتوا معايا، في ده فيه الزيت، فيه المخللات، فيه الصوصات، الحاجات دي كلها. بس كده شفتوا دولاب الخزين بتاعي ظبطناه، عملنا له جرد، شفنا الحاجات اللي احنا محتاجينها. وان شاء الله يعني ايه الحاجات، انا كنت عامله جرد قبل ما انزل اجيب طلبات البيت عندي. ماشي، انا جبت الطلبات بس هي نفس، يعني هيها اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديو. تعالوا بقى نعمل غدا مع بعض النهارده، وهنعمل صينيه لحمه بالخضار.
اول حاجه اللحمه بتاعت صواني الخضار يا بنات، انا مش مثلا مش بغليها، انا بديها تشويح. بحب كده ان انا اديها صدمه. انا جبت طبعا هنا على الشعله الكبيره، وبدات ادي اللحمه بتاعتي صدمه. انا مش عايزاها تنزل الميه اللي فيها، انا عايزاها تتشوح وتتحمر معايا حلو، وتفضل محتفظه بالسوائل فيها علشان تكون اللحمه طريه، ما تكونش شاده وناشفه في الخضار بتاعي. فهديها هنا صدمه زي ما انتم شايفين كده، هقعد اشوحها لحد ما تتحمر معايا. بس كده. فاحنا بدأنا نعمل ايه، تشوفي خزين البيت بتاعك وتشوفي انت محتاجة ايه. كل واحدة طبعا بتشوف المحتاج الحاجات اللي هي محتاجاها، الضرورية والأساسية عندها واللي ولادها بيحبوها. علشان طبعا الولاد ان شاء الله هيصوموا رمضان، فانت هتبدأي تجيبي الحاجات اللي هم بيحبوها علشان هم صايمين، فانت بتحاولي ترضيهم في الشهر ده. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد الأيام عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركة. اللهم بلغنا رمضان واحنا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال، اللهم امين. هنا بقى يا بنات انا عملت ايه، بعد ما حمرت اللحمه كويس جدا، اديتها تحميره حلوه، شلتها ونزلت بالبصل، وبعد كده بالجزر والبطاطس اديتهم تشويحه برده مع البصل، وبعد كده نزلت بالكوسه والبسله. طبعا انتوا عارفين ان البسله انا بجيبها من الفريزر مش فريش، ولكن الكوسه يا بنات انا كنت مفرزاها. شايفين لونها حلو ازاي، بجد لونها وطعمها اكنها فريش. انا بعمل ايه بقى لما باجي افرز الخضار بتاعي، لو انا عندي خضار يعني وحابه ان انا افرزه زي الكوسه دي كانت عندي وما استعملتهاش في الاسبوع اللي انا جبتها فيه، فغسلتها كويس جدا ونشفتها كويس جدا وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودخلتها الفريزر، حطيتها في كيس ودخلتها الفريزر. بس كده. هنا ببشر بقى فصين من التوم كده على الصينيه بتاعتي، عشان انا بحب التوم مع الخضار جدا في كل الاكل بصراحه. انا بستعمل توم كتير جدا وبصل. وهقلب كده تقليبه كويسه جدا وبس. فبصراحة تفريز الخضار إن كان فاصوليا، جزر، كوسة، ايه تاني، فلفل، فلفل ألوان، خضرة محشي، كل الحاجات دي أنا ما بعملش فيها أكتر من إن أنا بغسلها كويس جدا وأنشفها كويس جدا وبفرزها في أكياس. بس كده. ولو كنت أعرف بصراحة إن الكوسة سعرها هتغلى وترتفع بالشكل ده، كنت فرزت منها كتير جدا. بس أنا قلت متوفرة وطول الوقت موجودة الكوسة ومش غالية، ما فرستش بصراحة الا الكيس ده. ولكن الوقت بصراحة ربنا المستعان، الأسعار في الزيادة، فربنا يكون في عوننا جميعا. فكل واحد يشوف أمور بيته، يجيب على قد إمكانياته. طبعا في تفريزات كتير هتشوفيها الوقت، وفي ناس بتعمل حاجات يعني كتير جدا جدا نازلين بالتفريزات والحاجات دي كلها. فما تقوليش هو ده الطبيعي، لا ده مش الطبيعي. كل واحد بيعمل على قد إمكانياته وظروفه. انت شوفي إمكانياتك تسمح بإيه وظروفك تسمح بإيه واعملي على قدها. بس كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تكلفيش نفسك أو توتري نفسك أو تزعلي نفسك إنك مش قادرة تعملي ده. كل واحد يعمل على قد إمكانياته، وربنا يا رب يرزق الجميع ويفرجها علينا جميعا، اللهم آمين. بصوا يا بنات، انا بعد ما شوحت الخضار بتاعي، اللحمه بتاعتي تبلتها بملح وفلفل وكمون وشطه وشويه من الكركم. حابه تحطي بابريكا حطي لو متوفر عندك. انا متوفر عندي، بس الحاره ما حبيتش ان انا اضيفها علشان الولاد، يعني عشان ما تبقاش مشطشطه قوي. وضفت هنا كان عندي كام طماطميه كده عصرتهم وضفتهم على الصينيه بتاعتي، وهديت عليها النار وهسيبها تغلي شويه لحد ما تدخل في سوا كده، هدخلها الفرن. تعالوا بقى هنا عند الغسيل. والغسيل انا عندي بصراحه بحتار، لما يكون الجو ما فيش فيه مطر بنشره بره، وبعد كده بدخل انشره في البيت ينشف، وبعد كده بطبقه. مش عارفه انا بحير نفسي ليه، بس انا بحب كده بصراحه، بحس براحه نفسيه لما هوي الغسيل بتاعي بره في الهواء. بعد ما خلصت الغسيل الحمد لله بقى قلت اقعد كده، كان عندي حفظ بصراحه. قعدت الحمد لله، جبت المصحف بتاعي وعملت لي مج من الشاي وبسكوتة بتاعه الولاد. قلت بقى ادلع نفسي شويه واحسس نفسي كده ان انا طفله. جبت بسكوتة بتاعه الولاد وقعدت شربت بيها الشاي بتاعي وحفظت الحمد لله. وقمت بقى دخلت على المطبخ علشان اشوف الغدا بتاعي، لان اليوم ده كان عندي حاجات كتير جدا 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 بصراحه. يعني انتوا شفتوا مثلا كده الوقت بتاع البيت، وهتشوفوا معايا من تقريبا من نص اليوم. يعني انتوا شفتوا ده نص اليوم. باقي اليوم الصباحي ده بيكون روتين تاني خالص، يعني بقى بيكون بره مواعيد او دروس او حاجات كتير. فهنا بقى ايه، هحمر شعريه علشان اعمل الرز. بصوا يا بنات، انا بدات اعمل ايه بقى في الشعريه. بما ان بصراحه انا هنا حمرت الشعريه في زيت. لكن انا بدات اعمل ايه، بدات ان انا مثلا هعمل رز بشعريه، احمر كيس شعريه كله مثلا نص كيلو او نص كيلو، هو الكيس نص كيلو، احمره واخد منه الطبخه بتاعتي اللي انا هعملها في الغدا، والباقي اعينه ببرده واعينه متحمر جاهز بصراحه. لان في رمضان ساعات ما بيكونش ليكي مزاج او بيكون الوقت زحمه او مشغوله انك تقولي لسه هتحمري شعريه فتعملي رز ابيض. فعندي الولاد بيحب الرز كتير بالشعريه، فانا بدات ان انا احمر كده. وانا بحمر للطبيخ بتاعي بعمل جزء منه اعينه متحمر جاهز. بدات اعمل كده الحمد لله. عملت كده ان شاء الله بصوره لكم في الفيديوهات الجايه باذن الله. هنا بقى ايه، بعد ما عملت الغدا بتاعي الحمد لله وجهزت الغدا، لازم انا نازله الوقت علشان عندي ادم تدريب.
قبل ما اودي ادم التدريب بصراحه، طبعا انا بوديه اخر النهار بعد ما هو بيرجع من المدرسه بيكون عنده تدريب، زي ما قلت لكم مصوره الفيديو ده قبل الاجازه. فكنت نازله اودي هنا ادم التدريب بتاعه، فكنت لازم احضر الغدا. فالحمد لله حضرت الغدا بتاعي وخلصت شغل البيت. يعني هي فتره الظهر دي بصراحه بتكون عندي دربكه شويه في اليوم. حبيت اصور لكم الجو كان جميل. هو مش جميل، مش ساقع، الجو ساقع بس الحمد لله ان مفيش في مطر. بما ان مفيش في مطر فهو بالنسبه لي جميل، لان المطر بصراحه مشي مع المطر بيكون صعب شويه، انما مع الجو ساقع شويه ده مفيش مشكله عندي. هنا وحبيت اصور لكم ان الشمس بتغرب والقمر طالع. هنا السحابه جت عليه، لكن في الاول ما كانش لسه السحابه جت عليه، كان القمر ظاهر هنا والشمس الجنب التاني. حبيت ان أنا بقى اصور لكم القمر والشمس في وقت واحد. شايفين منظر السما؟ بجد المنظر جميل جدا. هو كان في شوية هوا كده والجو ساقع شوية، بس الحمد لله بما ان الجو ناشف فهو ممتع في المشي. الطريق ده حلو جدا. شوية كده تلاقي بقى طلع الورد الأصفر ده، فبيكون شكله حلو جدا. احنا كده وصلنا النادي. طبعا ادم دخل جوه مع المدرب وزمايله، وانا بقى هقعد استناهم لحد ما امام خلصنا ونرجع تاني البيت. تعالوا بقى نشوف العشاء بتاعنا بعد ما جهز. طبعا الجو كان برد جدا، لازم يرجعوا من بره يتلاقوا الغدا جاهز. دي صينيه اللحمه بتاعتنا. طبعا انا لما قفلت عليها النار يا بنات، الصوص تحس ان الصوص نزل تحت، وتحس ان هي ناشفه شويه، لكن هي فيها شويه من الصوص. انا بحب ان هي تكون ما فيش فيها صوص كتير، ويعني تكون كده فيها حاجات بسيطه من الصوص. عندي الولاد بيحبوها كده، وبيحبوا ياكلوا البطاطس ناشفه مع الخضار، انما لو فيها صوص كتير كده لا، بيحبوها هي تكون كده شويه، يعني تحس ان هي متماسكه شويه كده مع الرز بشعريه بتاعنا الجميل. واللحمه كانت دايبه جدا يا بنات، كانت استوت، كانت دايبه، كانت مستويه كويس جدا. كده الحمد لله خلصنا العشاء بتاعنا، وانا كمان كنت عامله حسابي في الاكل على يومين، إن يكفي معايا اليومين أو يقضي معايا اليومين، لأن تاني يوم برضو عندي تدريب لآدم. وكان عندي مواعيد تانية، فما كنتش هلحق بصراحة إن أعمل غدا. فأنا عملت الغدا بتاعي ده على يومين. هنا بفضيه في صينية تانية صغيرة، وعشان تاني يوم أدخله الفرن أسخنه وأعمل جنبيه مشوية بقى، من حابة تعملي جنبيه شوية من السلطة أو أي حاجة تانية تقدمها بشكل حلو، أو بطاطس محمرة، أو كمان ممكن تسلقي جنبه بيض، فيمشي معاكي تاني يوم. هنغسل هنا المواعين بتاعتنا على السريع. بصراحة بحب بعد العشاء على طول ان انا اغسل، ان انا اشطب المطبخ بتاعي. لو قعدت بكسل يا بنات، يعني انا بحس كده لو انا قعدت مثلا بعد العشاء او استنيت شوية، لا معرفش، لازم اقوم بعد العشاء على طول اخد الاطباق واقف كده على الحوض اشطب الحوض. وعندي الولاد طبعا بيكملوا بقى تنظيف السفره. يعني عودي الولاد ان هم يساعدوكي شيء، يعني مثلا انت وقفتي تغرفي مثلا الاكل لهم في المطبخ، عودي اللي يجي ياخدوا منك الاطباق، يظبطوا السفره مثلا، يخلوها من اي حاجه انت حطها عليها، يبداوا يظبطوا المكان استعدادا للاطباق، ان العشاء مثلا هتحط السفره، فيساعدوكي. انا بعودهم بصراحه، اللي انا اقف مثلا اغرف الاكل في المطبخ، هم يجوا ياخدوه من ورايا مثلا، يظبطوا السفره. انا مثلا خلصنا عشاء اهوت او خلصنا غدا، انا اروح اقف على الحوض اشطب الحوض. هم بقى ينظفوا السفره، عندهم اشغال كده هم اللي بيعملوها. فعودي الولاد ان هم يساعدوك. تعالوا بقى، بما ان جبنا سيره الولاد، بصراحه هم لما بيروحوا اي رحله، وبالذات بنتي ما شاء الله واصحابها بيفتكروا التلاجة. يعني هم بيقولوا جايبين لك هديه، بس الاسم ليا والفعل للتلاجة، بيجيبوا الهديه للتلاجة. بحس كده يا حبيبي ان هم اكتر اتنين بيفتكروهم، يعني ان هم بيحبوا مامتهم بيفتكروها وبيحبوا التلاجة كمان. فاحنا هنجيب الهدية لماما والتلاجة، فهنجيبوا المغناطيس لماما هدية وللتلاجة كمان، يعني من حبهم في الاتنين بيرضونا احنا الاتنين، الاسم ليا والفعل للتلاجة.